سهراية وكوباية شاي وحكاية بيعزفها الناي. السهرة هتحلو يا عالم، إياك حد يقول مش جاي. سهراية وكوباية شاي وحكاية بيعزفها الناي، والسهرة هتحلو يا عالم وياك حد يقول مش جاي. سهراية وكوباية شاي وحكاية بيعزفها الناي، والسهرة هتحلو يا عالم وياك حد يقول مش جاي. والسلام أول حكايتنا ومش هنقول وجود أوهاي، أصل الحلم العربي غايتنا هو الأصل وغير باي. مساء الفل عليكم وما أحلى الرجوع إليكم. رجعنا لكم تاني علشان نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم سهراية وكوباية شاي، واللي ما عملش الشاي يعمل الشاي ويحصلنا. كلنا دلوقتي لما بنشوف عمل فني جديد، سواء فيلم سينمائي أو مسرحية أو أغنية، نقول مش زي الفن بتاع زمان، ونتصعب على الأيام اللي فاتت، ونتنضر على اللي بنسميه زمن الفن الجميل. حتى تلاوة القرآن والمقرئين والمنشدين بقى فيه شيء مختلف، ما بقاش فيه المذاق بتاع مقرئين زمان، عبد الباسط عبد الصمد ومحمد رفعت والنقشبندي كمنشد أو محمد الطوخي. في شيء اختلف، في شيء راح، في شيء ضاع. يعني هل الساحة أو مصر ما بقتش تنتج موهوبين؟ بالعكس، بلدنا طول عمرها ولادة بالموهوبين والفنانين في شتى مجالات الفن والإبداع، بدليل ان تلاقي الساحة تملي مزدحمة بالمطربين والممثلين، والقنوات الفضائية تلاقيها في المناسبات الدينية مليانة بالمنشدين وفرق الإنشاد والشباب اللي بيقلد محمد الطوخي والنقشبندي. لكن يظل برضو في حاجة مش مظبوطة، ونفضل امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل هو الفرق في كلمة واحدة: الصدق. بين قوسين، الصدق. يعني ايه الصدق؟ يعني انت كفنان ما يبقاش هدفك هو انك الربح فقط. الربح هيجي، لكن يبقى هدفك انك تعيش في اعظم فيلا وتركب افخم عربية، اغض النظر عن ما تقدمه للناس، وانك تعرف ان الفن ده علشان يوصل للصدق انك تقابل انها مسؤولية عليك تجاه المجتمع، ان فنك يكون عبارة عن رسالة بتقدمها للناس، يكون فن. شوف المطرب كان بيطلع لابس السموكن قد ايه محترم جمهوره وبيقدره ومهتم بيه في مظهره، ويلبس كويس ويلبس شيك. وكذلك المطربة، مش زي ما بنشوف دلوقتي يطلع بالتريننج سوت او بالفانيلا محملات علشان يبين عضلات. ده فرق كبير، انك تحترم جمهورك وانك تقدره فيقوم هو يحترمك ويقدرك وتفضل عايش في وجدانه. هديلكم مثال بسيط عن الصدق. المنشد محمد الطوخي او المقرئ محمد الطوخي كان بيعمل على الهواء مباشرة تواشيح الفجر من مسجد السيدة زينب، فيقوم الراجل بتاع المهندس الصوت عمال يظبط المايك وبتاعه، عمال يرتب قدامه مش عارف، فهو حس ان الوقت، فقام قال له خلاص بقى اي حاجة علشان الوقت سيبني اقول. فاللي خلاص بقى اي حاجة دي يقوم يقول ايه بتاعت النقشبندي الله يرحمه: يا خير خلق الله. تقوم خلاص بقى دي اللي بيقولها اي كلام عشان الوقت وخلاص التواشيح والفجر هيأذن، تقعد لحد وقتنا هذا بتتذاع. ليه؟ لأنه قالها من قلب. صدق. الصدق هو الفرق، انك انت توصل بفنك وابداعك للمتلقي، او انك تأديه باستهتار وبدون ما تعتني بجمهورك ابدا. عمرك ما تظل في وجدانهم ابدا، زي ما بنتقدر دلوقتي ونقول الفن القديم
والعهد القديم وزمن الفن الجميل هم كانوا يملكون بكل صدق الصدق. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامجكم سهراية وكوباية شاي. الوجود أوهاي، أصل الحلم العربي غايتنا هو الأصل وغير باي باي.